ايه الاخبار؟ ازيك عامل ايه؟ بص يا معلم، لو انت لسه اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل الجرس عشان كل ما انزل لك فيديو ان شاء الله باذن الله يوصلك اشعاره اول باول. وما تنساش كمان تشير الفيديو ده مع اصحابك عشان نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. وتعال نشوف النهارده هنتكلم عن ايه. الفتره اللي فاتت واحد من افضل الفيديوهات اداء هنا على القناه هو الفيديو اللي كنا بنقارن فيه ما بين السماعتين الاس دي 1004 والاس دي 1102. وانا هنا مش بتكلم على انه كان الافضل من ناحيه الفيوز، لا انا كمان بتكلم على انه الافضل كمان من ناحيه الانجيجمنتس او من ناحيه التفاعل بتاعكم مع الفيديو ده، من كومنتس لمسجز بتجينا على الدي ام للكلام ده كله. فالفيديو ده فعليا من افضل الفيديوهات اللي احنا نزلناها من ناحيه الاداء والانجيجمنتس. ولو لسه ما شفتش الفيديو ده هتلاقي اللينك بتاعه موجود تحت الفيديو في الديسكربشن، وكمان هتلاقيه موجود في الاي اللي هنا او اللي هنا، تقدر تروح وتتفرج عليه. يعني قبل ما انزل الفيديو ده كان في ناس كتيره جدا بتسالني على سماعه اسمها البي 9. ناس كتيره جدا كانت بتقول لي هل السماعه دي فعلا كويسه، هل تستاهل، وكان في ناس بتقارن ما بين البي 9 والاس دي 1004 نروح لانهي والكلام الجميل ده كله. يعني لو انت ما بتعرفش ايه البي 9 دي اصلا، هي سماعه نسخه طبق الاصل من الايربودز ماكس، وده الحاجه الوحيده المشتركه ما بين السماعتين حرفيا، انها بس شبهها في الشكل، وهي شبهها كمان في الشكل، مش نفس شكلها، هي شبهها في الشكل. طب ممكن مثلا حد يسالني، طب انت ليه يا محمد مثلا لما لقيت الناس طالبه منك الفيديو زي كده ليه ما عملتوش، او ليه اوريدي ما صورتش، او ليه ما عملتش الفيديو ده من بدري؟ يعني الحقيقه عزيزي المشاهد، انا عندي ترومبه من السماعات البي 9 دي، لان انا فعليا رحت واشتريت السماعه وكنا خلاص بنجربها وهنعمل عنها الفيديو بتاع، ولكن في الحقيقه هي ما كملتش معايا اسبوعين واتحرقت بمعنى انها بقت تشتغل بلوتوث، بقت شغاله بس اي او اكس، التوصيله بتاعتها او انها تشتغل على البلوتوث ده خلاص، مهما تفضل بقى دايس على زرار الباور كل سنه وانت صح، مفيش حاجه هتحصل، فاهم؟ لو جبت السماعه دي كمان كنت جبتها بسبب الناس كانت بتقول ان دي واحده من افضل السماعات اللي موجوده، وانها بتوفر قيمه كويسه جدا قصاد السعر، وشبه اصلا الايربودز ماكس. انا كنت فاكر الموضوع هيبقى عامل شبه الساعه بتاعت ابل اللي هي بتبقى مضروبه دي، اللي هي الالترا، فاهم؟ اللي هو انت هتروح تشتري ساعه شبه بس الاوريجينال، مش هتاخد اي حاجه من الحاجات اللي الاوريجينال بتديها لك، ولكن هي ستيل هتديك اللي انت محتاجه، فاهم؟ فانا كنت متخيل ان الموضوع كده، كنت متخيل ان السماعه دي اكيد انا متفاهم انها مش هتديني كواليتي خزعبليه، ولكن هي هتديني اللي انا محتاجه او اللي انا عايزه من سماعه يعني. وساعتها تقريبا كان سعر السماعه عبيط قوي، كان سعر السماعه 175 جنيه ولا 200 جنيه، فاهم؟ حاجه مش منطقيه ابدا بالمره. يعني جبت السماعه واول اسبوع والدنيا تمام، تاني اسبوع في اخره كده السماعه اتحرقت وما بقتش بتتوصل بالبلوتوث اصلا، تفضل تدوس على زرار الباور مهما تدوس. كل سنه وانت طيب يا حرفيا، يعني حرفيا بغض النظر عن ان السماعه اتحرقت. يعني شوف وصلنا لايه، سيبك من ان السماعه اتحرقت خالص، البيلد كواليتي او الكواليتي اللي السماعه معموله منها بجد فعليا مقرفه، مش وحشه، مقرفه حرفيا. السماعه دي تحس انها معموله من زباله يعني بجد والله لازم انا مش فاهم ايه القرف ده بجد حرفيا. الكواليتي بتاعت السماعه فعلا وحشه قوي، البلاستيك اللي فيها مش ريسايكلد، خفيف وضعيف جدا ممكن تتكسر في ثانيه. موضوع مستفز قوي بصراحه، انا مش فاهم ايه ده. طب خلينا نحاول ندي السماعه فرصه ونحاول ان احنا نبص من الناحيه الريفيوهيه اكتر كده، ونعمل معاها زي ما بنعمل مع اي سماعه بنراجعها هنا، ان احنا هنمسك السماعه دي ونفنطها بوينتس. اول نقطه هنتكلم فيها هي التصميم. طيب نبتدي بالتصميم. التصميم زي ما اتفقنا هو جاي نسخه طبق الاصل من الايربودز ماكس زي ما اتكلمنا برده، ولكن في النسخه اللي معانا هنا هو في حاجه غريبه، انه جاي بتو تون ديسبلاي، بيفكرني بالعربيات المايباخ كده لما بتيجي نص لون ونص لون تاني. الحاجه دي مش مفهومه بصراحه، انا مش عارف ليه اخترت اللون ده بالذات، لانه لون غريب جدا بالنسبه لي. يعني هو من فوق الهيد باند بالاكستنشنز لونها ابيض، ولكن الاير كابس نفسها لونها زيتي او اخضر. مش عارف بصراحه انا ليه اخترت اللون ده ساعتها يعني، بس اكيد كان عندي سبب قوي اكيد ان انا اخترته. يعني هنتكلم التصميم بشكل بروفيشنال شويه. هنقول التصميم حاجتين، اولا هو اكبر نقطه جذب للسماعه انك تشتري السماعه، وفي نفس الوقت برضه هو اكبر نقطه ضعف للسماعه دي. هشرح لك التصميم. اكبر نقطه جذب للسماعه بسبب ان هو فعليا شبه الايربودز ماكس. فانت لو انت شاري نسخه بلون تاني غير اللون القذر اللي معايا هنا ده، لو انت شاري نسخه مثلا بلون اسود او بلون الالوان شبه الالوان اللي ابل بتنزلها، يعني بنسبه كبيره اي حد هيشوفك من بعيد مش عارف الفرق ما بين الاوريجينال وما بين السماعات المضروبه يعني. وعشان كده التصميم هنا بيعد نقطه قوه. طيب نقطه ضعف ليه؟ لان فعلا التصميم هنا جاي بخامات رديئه جدا يخلي احتماليه السماعه تتكسر معاك عاليه جدا. مش هقول 100% بس خلينا نقول انها عاليه جدا يعني. طب لو هنتكلم عن خامات، فالخامات كلها طبعا جايه من البلاستيك، وزي ما اتفقنا مش انضف نوع من انواع البلاستيك. ترحم دين امي. البلاستيك اللي هنا مش كويس لدرجه انك انت محتاج تحسس على السماعه وانت بتتعامل معاها حرفيا يعني. ان اي حركه غلط ممكن فعلا تؤدي ان السماعه تيجي في ايدك حتتين او يمكن اكتر يعني. فايه بالراحه وانت بتتعامل مع السماعه لو انت كنت تشتريها يعني. بس ايا كان عامه شكل السماعه اللي هنا مش وحش خالص. هو شكل السماعه زي ما اتفقنا بيقلد الايربودز ماكس، ودي حاجه يعني خلاص فاهم هنعمل ايه طيب. وشكلها والله مش وحش يعني، عادي فاهم. فخليني اقول لك ان هو بيقلد الايربودز ماكس، مش نفس تصميم الايربودز ماكس، لان في اختلافات كتيره طبعا في التصميم ما بين الاثنين، ده شيء طبيعي يعني. بس حتى في الشكل كمان هي شبهها يعني، هي مش هي طبق الاصل يعني، فاهم. بالنسبه للاير كابس فهي زي ما اتفقنا هنا جايه بلون زيتي على عكس الهيد باند اللي جايه بلون ابيض، والاير كابس جايه برده من بلاستيك مش اقوى حاجه في الدنيا. فانت برده تخلي بالك لان الاير كابس نفسها ممكن تتكسر حرفيا، ده شيء طبيعي عادي يعني. لو مسكت السماعه دي في ايدك هتفهم انا بتكلم عن ايه. بالنسبه للاكستنشنز بتاعت السماعه فهي جايه من بلاستيك
بيلمع كده عشان يحاول يحاكي المعدن اللي السماعه الاصليه جايه بيه. وخلي بالك لان دي اكتر حته السماعه ممكن تتكسر فيها، لان البلاستيك اللي هنا بقى خلاص اللي هو الموضوع باظ خالص، البلاستيك اللي هنا حرفيا ضايع بقى فاهم، ولو السماعه اتكسرت من هنا مش هتعرف تستخدمها خالص يعني. فايه لا خلي بالك فاهم. الايركابس الشمال عليها كل حاجه حرفيا، عندك 4 زراير، زرار باور اون اوف، زرار بوز وبلاي، وزرار فورورد، وزرار باكورد. تحتهم على طول بتلاقي كارت الميموري، وبعدها بتلاقي مدخل الشحن اللي هنا جاي بي اس بي تايب سي، دي حاجه انا استغربتها جدا يعني. وفي الاخر بتلاقي الهيدفون جاك. الايركابس نفسهم جايين بجلد محشي من السفنج، مريحه في الودن وكل حاجه والدنيا تمام يعني. ولكن في حاجه انا عندي تعقيب عليها، ان هم طابعين شكل المش او شكل القماش بتاع الايربودز، الايركابس بتاعت الايربودز ماكس هنا على الجلد، فبصراحه شكلها عره يعني، بصراحه شكلها مش لطيف خالص بالمره. السماعه كايركابس او كاستخدام هي مريحه وكل حاجه، والسماعه كمان اللي بيساعدها على كده فكره انها خفيفه جدا جدا، فانت ما بتحسش باي بريشر خالص. ولكن فكره ان في الشكل بتاع الايربودز، الشكل المش بتاع الايربودز ده على الجلد يعني، لا شكلها بالنسبه لي بامبرز بصراحه يعني. بالنسبه للبرفورمانس بتاع البطاريه، فالبطاريه اللي هنا بتقعد 3-4 ساعات، وده كده يبقى كتر خيرها جدا جدا يعني. السماعه انها جايه بي اس بي تايب سي، فالمفروض تبقى بتشحن بسرعه جدا جدا، ولكن على الرغم من كده لا هي ما بتشحنش بسرعه ولا حاجه، هي بتشحن عادي خالص بالراحه عادي جدا، ولا كأن اي حاجه حصلت فاهم. Hey man, what the fuck is your problem? يعني قول مثلا ممكن تقعد ساعه ونص عقبال ما تشحن من 0 لغايه 100%، وده رقم كبير بالنسبه لليو اس بي تايب سي يعني. طب لو هنتكلم عن جوده الصوت، ولو اني والله حاسس ان انا مكسوف وانا بقول هنتكلم عن جوده الصوت بعد السماعه اتحرقت بعد اسبوعين بس بنستخدمها يعني. بس عموما خليني اقول لك انك محتاج توطي سقف طموحاتك على الاخر خالص بقى فاهم يعني، خالص. لان فعليا دي ارخص سماعه حاليا موجوده في السوق. انت بتتكلم في 285 جنيه تقريبا سعر السماعه دلوقتي از متوسط يعني، فتقريبا ما فيش حاجه ارخص من كده. فانت لك ان تتخيل الصوت هنا هيبقى يعني، مش هقول لك ان هو هيبقى بشع، هو هيبقى كويس او لحد ما يعني انت تقدر تسمع والدنيا تمام، بس يعني ما تتوقعش بقى وما تستناش بيز تريبل، الكلام ده مش موجود طبعا اكيد، وده شيء مفهوم ومتقبل جدا بالنسبه لسعر السماعه يعني. هي صوتها مقبول في الاخر بس مش احسن حاجه خالص اكيد، وده برده شيء مفهوم يعني. وده كله طبعا بغض النظر عن ان السماعه ما كملتش معايا اسبوعين واتحرقت. نصيحتي ليك كاخ ده اولا، ثانيا ككونسيومر الفيديوز بتاعتي، وده ثانيا انك ما تعملش في نفسك كده يعني. سعر السماعه 285 جنيه تمام، لا بتديك صوت مش احسن حاجه، بتديك بيلد كواليتي سيئه جدا، بتديك شكل ان هي يعني فاهم يعني هي شكل حاجه ب 100 ضعف ثمنها، ولكن هي شكل بس. فمن وجهه نظري ما تعملش في نفسك كده. لو انا كمكانك كمحمد وعايز اشتري سماعه في الرينج ده، هزود 100 جنيه او 150 جنيه واروح للاس دي 1102 اللي حرفيا هتديك تصميم احسن بكتير، هتديك كواليتي صوت بقى نقدر نتكلم ساعتها في كواليتي الصوت، ان مش عارف البيز مش عارف ايه يعني، في حرفيا حاجه بتطلع صوت جوه السماعه، فاحنا نقدر نتكلم ساعتها. هتديك كواليتي زي ما اتفقنا، كواليتي كماتيريال او كبيلد ستراكشر احسن بكتير، تديك تجربه مختلفه تماما، هتديك شحن بسرعه، السماعه تشحن بسرعه جدا، هتديك 8 ساعات استخدام على عكس 3 ولا 4 ساعات اللي كانوا معمولين يعني. فهتديك حاجه مش معموله تحت السلم بصراحه يعني. فنصيحتي كمحمد ليك انك لو انت عايز تجيب سماعه في الرينج ده، زود 100 جنيه او 150 جنيه وروح للاس دي 1102، تيجي في متوسط سعر من 350 لغايه 500 جنيه على حسب انت بتشتريها منين. لكن بصراحه ارشحها لك جدا يعني. السماعه دي كنا عملنا عنها برده فيديو مخصوص لوحده، هتلاقيه من الاي اللي هنا او اللي هنا برده، تلاقيه تحت فيديو الديسكربشن يعني. كده اكون خلصت كل اللي كنت عاوز اقوله. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، تعمل سبسكرايب في القناه، وتفعل زرار الجرس عشان كل ما انزل لك فيديو ان شاء الله باذن الله يجي لك شعره اول باول. ويا ريت كمان ما تنساش تشير الفيديو ده مع اصحابك عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. وما تنساش لو عندك اي سؤال او حابب تكلمني في اي حاجه موجوده في الحياه، هتلاقي اللينكس بتاعت السوشيال ميديا بتاعتي كلها موجوده تحت الفيديو في الديسكربشن، خش وابعت لي ونبقى اصحاب. وشكرا لك جدا، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم. Diane, are you there? Diane, I need you. Jack? Diane, thank God, Diane. Okay, Diane, you're gonna save me, right? I called you and you're coming to get me? Jack, why did you call me? I live in Chicago. I can't save you. You didn't pick up. Right. It went to voicemail. Yeah. And then I went back in the pool. It's too late. What's done is done. No. There's nothing I can do, Bojack. I'm not real. None of this is. So what do I do now? Bojack, it doesn't matter. Well, if it doesn't matter, can I stay on the phone with you